والله مع فارق التعبير يا أخوان الكرام، مع فارق التعبير، ولا يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم أحد. ذكرني هذا الموقف بالنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. دخل مطأطئ الرأس وهو متواضع، تواضع المنتصر ذو الأخلاق العالية. نفس الشيء الملك محمد السادس خطب طبيعي، لم يظهر أي شماتة ولم يظهر أي شيء، وكأنه يطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم المستحمرون، اذهبوا فأنتم الأغبياء، اذهبوا فأنتم لا غالب ولا مغلوب. الله وحفظ ماء الوجه في يوم النصر، في خطاب الناصر، والملك محمد السادس يركز على ماء وجه تبون. لا إله إلا الله. ومع هذا العالم الآخر لا يقدرون هذا اللفتات يا أخي، لا يقدرون هذه اللمسات، ما بيقدروش هذه اللمسة يا أخي، ما بيقدروش. يا أخي أقسم لك بالله إني مسكتني عبرة وأنا يمني مش جزائري، بعد سنين وأنت تتآمر عليه، بعد سنين وأنت تشتري الذمم، بعد سنين وأنت تسبه وتسب في نساءه وتسب في محارمه وتشكك في نسبه، بعد سنين وأنت تتآمر ليل ونهار عليه، يأتي لك هو في يوم النصر ويقول لك تعال أنا أحافظ لك على ماء وجهك. يا أخواني أقسم بالله ما سكتني عبرة، قسما بالله خنقتني عبرة من رقي هذا الأخلاق. يا أخي يا أخي إيش من هذا يا أخي؟ يا أخي ما ينفع معكم الدروس، أنتم من أي جنس أنتم؟ والله لا يعادل مغرب جزائري بعد الليلة إلا واحد. ما أدري شو أصف أبوك، يعني أنا ما عاد أقدر أوصفكم يا